سري وشخصي. اهو الجواب يا جدعان، اهو الجواب. جوجل ادسنس. لازم نفتح الايدجز دي برضه. هو اكتر حاجه مضحكه في الموضوع ده يا جماعه ان جوجل كاتب لي العنوان بتاعي بالشقلوب، يعني فك شفره، يعني كاتبه بالعربي بس كاتبه بالشقلوب الناحيه التانية. ده جاي من شركه جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين، جاي من فرنسا ويتباعت برضو لفرنسا في حاله ان الجواب ده ما وصليش البيت وما عرفوش مكاني. هل هو ده الجواب اللي اخد منه فلوس من اليوتيوب؟ هو اليوتيوب فيه فلوس؟ اليوتيوب طبعا فيه فلوس. بص بقى يا سيدي افهمك الحكايه. اليوتيوب بيديني فلوس؟ لسه. اليوتيوب هيديني فلوس عشان انا استلمت جواب جوجل ادسنس. طب اليوتيوب هيديني كام، او اول دفعه هيدوني فيها كام؟ خلينا نعرف حاجه الاول، وانت ممكن تحقق ربح ولا لا. اليوتيوب طالب منك 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك عشان تبدا تبقى يوتيوب بارتنر، تبقى شريك اليوتيوب في انك انت يحطوا لك اعلانات، ناس تشوف الاعلانات، انت تاخد ارباح. السؤال هنا يجي، هل كل الناس بتاخد نفس الربح؟ لا. يعني اللي بيعمل محتوى اكل غير اللي بيعمل محتوى سفر، غير اللي بيعمل محتوى سفر واكل، غير اللي بيعمل محتوى تليفونات، غير اللي بيعمل محتوى مقالب. كل فيديو بيبقى ليه سعر وقيمته في السوق في اليوتيوب، مش كلنا بناخد نفس السعر. طبعا ممكن تحقق ربح وممكن برضو تكسب فلوس. الحمد لله الجواب ده مستنيه بقالي سنتين يا غالي. طبعا انت ممكن تجيب الجواب ده في شهر او 2 او حتى 3، او ممكن تقعد حتى 5 سنين، كل واحد وعلى قد مجهوده. انت لو عندك محتوى تقدر تقبض بالدولار او باليورو براحتك عن طريق اليوتيوب. طب الجواب ده معناته ايه؟ هل الجواب دوت من اليوتيوب مباشرة؟ لا. افتحه دلوقتي حالا ونشوف هو ايه مع بعض. بس قبل ما افتحه لازم افهمك حاجتين 3. تقول لك فلوس اليوتيوب قليلة، طبعا ده بني ادم ما بيقولكش الحقيقة. اليوتيوب فلوسه كويسة جدا بناء على المكان الجغرافي اللي انت فيه. يعني مصر ليها سعر، الأردن ليها سعر، السعودية ليها سعر، ولو الناس اللي هناك اتفرجت عليك سعرك انت بيزيد كمان في السوق بناء على الناس انها بتشوف الاعلان بتاعك. ده جواب جاي من جوجل ادسنس مش من اليوتيوب مباشرة. يعني ايه؟ يعني انت بتخش تعمل حساب في اليوتيوب، بعد كده بتعمل حساب في جوجل ادسنس. سريعا عشان انا قلت اعمل الفيديو ده على القاعد عشان اديلكم الابديت الجميل اللي انا. هو اليوتيوب بيحدد اني اغلى اني ارخص بس كده. هو اليوتيوب يا احمد ما بيعيش ناس، طبعا اليوتيوب بيعيش ناس وبيفتح بيوت وبيفتح فيلل وبيعمل كل اللي انت عايزه بناء على اجتهادك الشخصي. يعني مثلا اليوتيوبر اللي في مصر بياخد على 1,000,000 رقم معين، وبياخد على 1000 رقم معين، وبياخد على 50,000 رقم معين. اللي في السعودية بياخد برضو الرقم اعلى، وهكذا. كل دولة ليها سعر معين على المشاهدات. طب نفترض ان انت في مصر حد اتفرج عليك من دولة خليجية، طبعا سعرك يزيد. لو حد اتفرج عليك من دولة اوروبية طبعا برضو سعرك يزيد. ولو مصريين بس حتى بيتفرجوا عليك فانت ستيل بتاخد مبلغ كويس جدا، ما بتاخدش مبلغ وحش. باخد كام بالتفاصيل، وال1000 مشاهدة عليها كام دولار، وال10,000 مشاهدة عليهم كام دولار، وال50,000 اللي احنا حققناهم في اكتر من فيديو ناجح زي اسكندرية، اسماعيلية، القطر، الطيارة. كل فيديو من دول جاب لي كام؟ 50,000 بتجيب كام دولار. كل التفاصيل دي انا اعرفها اول لما اروح البنك اقبض واقول لكم التفاصيل، وابقى صريح جدا معاكم لان دي حاجه محدش بيقولها خالص. بس خلينا الاول نشوف الجواب فيه ايه. الجواب ده بيجي لك اول لما بتحقق شروط اليوتيوب وتبتدي تاخد فلوس. الجواب ده بقى بيقول لنا شركه جوجل ادسنس بتقول ايه؟ Your Google AdSense Personal Identification Number. عارف انت كلمه بن اللي انت بتشوفها في اي حاجه؟ بن دوت معناته Personal Identification Number. يعني هنا جوجل بتقول لي ان ده الرقم التعريفي او الرمز الخاص بيك اللي هو هنا. بيقولوا ايه تاني؟ Welcome to Google AdSense. Your account isn't set up to receive payments yet. يعني انت الاكونت بتاعك مش هيبتدي ياخد فلوس دلوقتي. Please follow the instruction to verify your address. يعني شركة جوجل واليوتيوب عايزين يعرفوا ان ده انا البني ادم اللي قاعد في البيت ولا لأ. فبدل ما يبعتوا البين الرقم او بدل ما يبعتوا الكود على التليفون عندي، لا لازم يبعتوه على البيت عشان يتأكدوا ان ده انا. بعد كده بيقول لك instructions sign into your AdSense account and find the PIN verification card on your home page. حط لي الكود اللي مكتوب هنا، فبتكتب له الكود، وانا بتكتب الكود خلاص يبقى انت كده بقيت شريك معاهم وبيتاكدوا ان انت دوت الشخص الصح، فبيبدا ينزل لك في حسابك الفلوس. بس كده، هو دوت الجواب اللي كل الناس بتقلب عليه الدنيا. نقعد بقى ايه ننجوي الوجبه الجميله ديت. هنشوف مع بعض البوكس ده فيه ايه الاول. ده صوص الريم يا جماعه، يعني هو كيوت حلو. حاجه في شاورما الريم يا جدعان ان هي البوكس بتاعها شكله شقي كده، شكله شيك بصراحه. شاورما الريم سنس 2007 وقافلينه كده بتاعه في QR كود. حلو اوي، حلو الكلام دوت. نفتح بقى كده. افتح
جميل اوي الكلام ده كده. ايه الشاورما حلو والله، حلو اوي الباكجينج بتاعهم، انا مغرم بيه. حاطين لي 36 منديل شاورما الريم بيعملوا اعلانات تقريبا. ويلا بقى بينا ناخد الاكل دوت ونطلع ناكل قدام فيلم بره. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتستنوا الفيديو الجديد. طبعا ما تنسوش تتفرجوا على فيديو اسكندريه واسماعيليه والفيديوهات الجميله ديت. وشكرا جدا.